السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فان شاء الله دابا غادي نهضر لكم على بذور الشيا. بذور الشيا اللي هي ضروري خاصكم تعرفوا المنافع ديالها باش تستغلوا الاشياء اللي غتنفعكم في الصحه ديالكم وتنفع يعني الاسره ديالكم. فمعروفه ان بذور الشيا تتوفر على واحد الشيء مهم هو لوميغا 3 بجوده عاليه. فبذور الشيا كما تشوفوا هي هذه بذور الشيا، اللون ديالها انه مايل مغموق لانها تتوفر على مضادات اكسده. فاي شيء تكون فيه واحد اللون غامق فهو يتوفر على العديد من مضادات الاكسده. فبذور الشيا كما قلت لكم تتوفر كذلك على عده املاح معدنيه، وتتوفر على الفيتامين دي. و100 غرام من بذور الشيا تتعادل 300 ملغ من المغنيسيوم اللي تنحتاجوه بشكل مستمر كل يوم. زيادة على هذا، فبذور الشيا تتوفر على الياف غذائية لفيبر ولا الالياف الخشبية اللي تتعمل على تنظيف الكلور العصبي، وبالتالي تنحصلوا على هذا التغذية اللي تقدر انها تمتص من الامعاء ديالنا بفيتامينات كثيرة، لان الامتصاص يكون في الجهاز الهضمي ديالنا. فهذا المقياس ديال بذور الشيا 2 المعالق كبار ممكن ان يلبيو لكم في اليوم ديالكم الاحتياج ديالكم لهذه الفيتامينات وهذه الاشياء اللي موجوده، لهذه الاحماض اللي موجوده في بذور الشيا. ف2 معالق ما خصناش نحطوا هذا نديروهم في يعني مباشره مع الريق ديالنا، لان بذور الشيا الحاجه الوحيده اللي هي خطيره هي اننا نلصقوها مع اللعاب ديالنا. فاحسن وسيله باش توفروا على صحه جيده مع استعمال هاد بذور الشيا هي انكم تنقعوها في الماء مده 6 ساعات وتشربوا تصفيوها وتشربوا الماء ديالها. فهذه احسن طريقه باش تستافدوا من بذور الشيا. كذلك ممكن انكم تسميتوا ديروها في سلاطه، ديروا كذلك ممكن انكم ديروها مع السلطه ديالكم، فتجي مهمه جدا وتجي يعني تعطي واحد القوه لهذه السلطه وتعطيكم هذه الفيتامينات وهذه الاملاح وهذه الاحماض اللي موجوده فيها. فكذلك ممكن انكم تشربوها، يعني احسن طريقه هي التنقيع في الماء وتصفيتها، والطريقه الاخرى مع شلاضه. مهم ما ديروهاش مباشره في الفم ديالكم لانها تعتبر خطيره الا تلاقات مع اللعاب فتتنفخ وتقدر انها دير اختناقات لكم لهذا الانسان. نطلب الله هذا العافيه لجميع الناس، اللي نطلب الله العافيه لجميع خلق الله. متواجدة عندنا هي بذور مختارة بعناية وبدقة وكذلك خالية من الشوائب. وتبقوا على خير.